السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتمام الصحة والعافية ان شاء الله. فيديو جديد على قناتي وقناتكم قناة وصفات اسراء. شحال هذه ما بارطاجيت معكم هكا شي فيديو اولا شي وصفة من وصفاتي. كنتمنى هذه الوصفة اللي غنتقاسمها معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لما لا، لان فعلا واحد الحليوة اللي كتجي سهلة وبسيطة ومكونات جد اقتصادية وسهلين، وكما كتشوفوها هانتوما النتيجة قدامكم كتجي واحد النتيجة اللي جد مرضية وكتحمر لينا هكا وجهنا قدام الضيوف ديالنا اولا الاطفال ديالنا يحمقوا عليهم، لان فعلا هذه الحلوه كتجي راقيه وعاطيه للعين وهي مكونات جد بسيطه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله. ولا عجبتكم هذه الوصفه اولا وصفه اخرى كنتمنى منكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال هذه القناه هذه. ولهلا يخطيكم. ودابا حالا غادي نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. اذا على بركه الله غادي نحتاجو كمقادير، غادي نحتاجو لواحد 500 غرام ديال الفول السوداني اولا الكاوكاو اللي حمرته في الفرن مع واحد الملعقه ديال الزيت، وكما كتشوفوا اللون هانتوما يعني تحمر لينا مزيان. وغادي نحتاجو ايضا لواحد نسلي كراميل، واحد هكا بواطه. وغادي نحتاجو ايضا للشوكولا، عندي هنا 250 غرام ديال الشكلاط ابيض. وغنحتاجو لي فخوي كونفي هادو اللي بالالوان هكا، عندي هنا واحد التشكيله ديال هاد لي فخوي. وغنحتاجو لواحد 500 غرام ديال الشوكولا يعني سوداء. وهاد ليمون هادو ديال السيليكون هادو ضروري في هاد الوصفه ديالنا اللي موجودين تبارك الله جميع المحلات كيبيعوهم باثمنه جد مناسبه. وكما كتشوفوا غادي نمروا دابا للطريقه. هنا خديت هاد الهاشوار هادي اللي غادي نطحن فيها الكاوكاو ديالي اولا اي طحانه عندكم كطحن لكم. كما شفتوا الطريقه جد سهله وبسيطه. كنشدوا الكاوكاو كنضيفوه في هذا الهاشوار وكنبدا كنطحنوا. ما غاديش نطحنوا جيدا يعني حتى تيولي لنا غبره او تيطلق لينا ليدام ديالو. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو كيجينا مطحون ولكن في نفس الوقت ماشي مدعوق. وكنبقى كنزيد ليه هكا نسلي كراميل حتى تنحس على واحد العجين متماسك، واحد القوام هو هذاك. وصافي كما شفتوا الطريقه جد سهله وبسيطه. هنا كنبدا كنخلط الكاوكاو ديالي مع نسلي كراميل وكنستمر هكا اخواتي في الخلط ديال الكاوكاو ديالنا مع نسلي كراميل كيف ما شرحت لكم حتى نحصلوا على واحد العجين اللي متماسك. وغادي نبداو نشكلوه كويرات بحال هكا بحال كي مصوره لكم في هذا الفيديو. هاد الكويرات هادو في حجم متوسط يعني ماشي صغار وماشي كبار بزاف. كنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي هكا باش كننظم يعني العمل ديالي. كما كتشوفوا كندير هاد الكويرات هكا وكتجي واحد المذاق رائع بنينه بزاف، خصوصا للعشاق الكاوكاو او الفول السوداني. هاد الحليوه هادي كتجي رائعه في المذاق. وهنايا غادي نبدا معكم الشكل الاول ديال الحليوه ديالي. غادي نحتاج هكا لهاد المولد السيليكون اللي تشاركته معكم، وعندي هنايا هاد اللي فخوي كونفي اللي مقطعين هكا طريفات صغار، والشوكولا بيضاء احتاجيت فقط 250 غرام ديال الشوكولا. والطريقه كيف ما كتشاهدوا في الفيديو غادي نجيب داك لي فخوي هكا اللي مقطعين، غادي نسبقهم هما الاولين يعني كنفرقوهم هكا بشكل عشوائي يعني في هذا المول ديالنا، وكنضيفوا ليه واحد القليل من الشوكولا بيضاء يعني نصف ديال المول. يعني كنتمنى تفهموني. ما كنعمروش الشكلاط المول كامل، لا كنديروا النصف فقط. وكنستمر بهذه العمليه هذه. كنضيف واحد 2 معالق هكاك حتى نكمل يعني الكميه اللي عندي كامله. وغادي تشوفوا فوقاش غادي نضيف يعني داك الكويرات ديال الكاوكاو. كل شيء واضح في لا فيديو. انا يعني تعمدت انني نخلي لكم هكا هاد المقاطع مصوره باش يعني اللي اول مره يستعمل هاد الحليوه هذه يصاوبها يعرف يصاوبها. والطريقه كيف ما كتشاهدوا هكا كنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا من بعد ما عمرت داك الشكلاط بيض فوق داك الفواكه المعسله كنشد هكا المول ديالنا وكنبدا هكا كنضربو مع سطح العمل باش كنتاكد ان داك الشكلاط ابيض تلبس يعني جميع داك الفواكه المعسله. وهنايا كما كتشوفوا خديت داك الكويرات ديال الكاوكاو. من بعد ما يجمد لينا الشكلاط الابيض ضروري هاد العمليه اننا نخليو داك الشوكولا بيضاء تتجمد على داك الفواكه المعسله. عاد كنديروا هاد المرحله هذه كناخذوا
داك الكويرات ديال الكاوكاو وكنعمروا يعني داك الفراغ اللي باقي عندنا في داك القوالب ديال السيليكون، وكنستمر بنفس العمليه حتى تنكمل المول كامل، وغادي ندخلو للثلاجه نخليه يزيد يبرد جيدا، عاد غادي نلتقيو في الشكل ديالو. قال هاد الحليوه هادي كاين اللي كيدير الشوكولا وكيجمدها وعاد كيدير كاوكاو وعاوتاني يعمر بالشوكولا. هاد الطريقه اللي غنتقاسمها معكم سهله وبسيطه ودغيه كتوجد. كما كتشوفوا كندير هنا القليل من الشوكولا هكا، يعني كنديرها في الوسط ديال المول باش كنضمن ان حتى داك يعني داك الشكل اللي في الوسط ديال القوالب كيتلبس لينا بالشكلاط. كندير هكا واحد 2 ملعقات ديال ملاعق ديال الشوكولا، تنستمر حتى نكمل المول كامل، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نضيفوا داك الكاوكاو وغادي يجينا الشكل يعني الشكل اللي مفيني مزيان. كما قلت لكم من بعد ما كملت هكا القالب ديالي ديال السيليكون كناخذ هكا هاد الكويرات ديال الكاوكاو بهاد الطريقه هادي وكنضيفها هكا في الوسط وكنبرك بحال هكا حتى تيبدا كيطلع لينا القليل من الشوكولا من الجوانب. ها نتوما راه بدات تطلع لينا الشوكولا في الجوانب، كنضمنوا ان داك الكاوكاو تلبس لينا حتى من الجناب ديال الحليوه، غادي تجي ملبسه بالشوكولا، يعني ما يجيش داك الكاوكاو باين. بهاد الطريقه هذه يعني طريقه سهله وبسيطه كما موضحه لكم في لا فيديو. كما شفتوا اخواتي هانتوما كنبقاو كنضغطوا على داك الكويرات ديال الكاوكاو ديالنا حتى تنشوفوا الشوكولا يعني بدات تطلع من الجوانب، وكنزيدوا واحد القليل من الشوكولا ديال هكا الشوكولا سوداء من الفوق باش كنضرقوا العيب هكا ما كنخليوش كاع الكاوكاو كيبان. هذه هي الطريقه اللي سهله وبسيطه في هذا المول ديال السيليكون، يعني هذه كتستغنيكم انكم تجمدوا الشكلاط تلبسوا داك المول بالشوكولا وديروه يجمد، عاد ديروا كاوكاو وتضيفوا ليها عاوتاني الشكلاط. هاد الطريقه سهله وبسيطه، وكناخذوا هكا القليل من الشوكولا وكنوليو عاوتاني نغطيو الكاوكاو كيف ما قلت لكم. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وغنخليكم هكا مع لا فيديو شارح يعني الطريقه كيفاش تصايبوهم باش هكا المبتدئات اللي اول خطره يجربوا هذه الحلوه تجيهم ساهله وما يعجزوش يصاوبوها.
من بعد ما كملت التحضير ديال الحليوه ديالي درتها في هكا في الثلاجه حتى بردات لينا اولا شد داك الشوكولا شدات على الكاوكاو، وبديت هكا كنحيدهم من القوالب ديال السيليكون كيزولوا بواحد السهوله، يعني ما كيلتصقوش ما كيتفرتوش، كيجينا واحد الشكل اللي هكا متقون وكيجيو حليوات رائعين كما كتشوفوا عاطين العين. انا هنايا داك الحفيرات عمرتهم هكا بنسلي كراميل باش هكا كنزيدوهم منظر. وكنتمنى هاد الحلوه تنال الاعجاب ديالكم اخواتي وتجربوها وتنال الرضا ديالكم. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش اخواتي اللي ما كنتوش مشتركين في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو اللي شفتوا فيه ولو القليل من الافاده هكا باش تعم الفائده على الاحباب والاصدقاء ديالكم. وما تنساوش احبكم في الله. الى اللقاء في فيديوهات قادمه على القناه. بسلامه.